مستنية إيه؟ قومي يالّا بسرعة وجيبي حبّايتين بطاطس وتعالوا بينا نعمل الأكلة اللي كلّنا بنحبها وبنموت فيها. أنتم تعرفوا إن الساندوتش منها بالشيء وشوياه، لو اشتريتوه من برّه هتجيبوه بأسعار غالية جدًا، هنعمله في البيت بأقل أسعار جدًا بحبّايتين بطاطس بس. يالّا جيبي حبّايتين بطاطس وقطّعيهم مكعبات واقليهم في الزيت وسيبيهم لغاية لمّا يبقى لونهم دهبي كده وجميل، وهتقومي شايلة البطاطس بتاعتِك الجميلة وهتصفّيها في مصفى، اوعي تحطّيها على مناديل أو على ورق علشان ما تشربش كمية الزيت اللي بتكون موجودة فيها. أهم حاجة تصفّيها في مصفى علشان لو فيها أي زيت ينزل منها، وبعد كده هتحطّي عليها شوية من الملح وشوية من الكمون، أو ممكن تحطّي أي توابل موجودة عندِك وهتقلّبيها كويس. وتاني مرحلة معانا طبعًا إحنا هنحط البطاطس على جنب وهنجيب طاسة، طبعًا أي طاسة موجودة عندِك هتدهنيها دهنة بسيطة جدًا من الزيت بالفرشة زي ما أنتم شايفين كده. وقمت جايبة عيش الكريبيه اللي كنت عيناه في الفريزر وسِبته لغاية لمّا فك حاجة بسيطة زي ما أنتم شايفين كده، وحطيته في الطاسة وطبّقته نُصّين، يعني نُصّين إلا حاجة بسيطة جدًا. وقمت نازلة عليه بالجبنة الموتزاريلا، بس أهم حاجة تستخدمي جبنة موتزاريلا نوعها كويس علشان تمُط معاكِ. وعلى فكرة هاقول لِك على حاجة ممكن تستغني عنها خالص، وهتقومي جايبة البطاطس بتاعتِك الجميلة وهتنزلي بيها، وهتحطي بقى شوية من الزيتون وشوية من الطماطم وشوية من الفلفل الحراق طبعًا حسب الرغبة، ممكن تستخدمي فلفل ألوان أو فلفل أخضر، وهتقومي نازلة عليهم بالكاتشب والمايونيز طبعًا على حسب الرغبة، لو بتحبي تكتري كاتشب هتحطي، ولو بتحبي المايونيز يبقى كتير هتحطي زي ما أنتِ عايزة. وهتسيبي بقى ساندوتش الكريب بتاعِك الجميل لغاية لمّا ياخد لون دهبي كده بسيط جدًا، يعني مش عايزينه يتحمّر، عايزين ياخد لون دهبي بسيط لغاية لمّا الجبنة تسيح بس، زي ما أنتم شايفين كده، شايفين اللون الدهبي البسيط؟ إحنا مش عايزينه يتحمّر أكتر من كده، علشان نعرف نقلبه، علشان لو سِبتيه يتحمّر أو ينشف هتيجي تقلبيه هيتكسّر منِّك. وأهم حاجة كمان لمّا تيجي تطبّقي عيش الكريب تطبّقيه بالطريقة دي علشان يدّيكِ شكل المثلث الجميل ده، وهي دي الطريقة المضبوطة للف عيش الكريب، وهتسيبيه لغاية لمّا ياخد لون دهبي بسيط كمان زي ما أنتم شايفين كده، علشان يبقى مقرمش كده من برّه وطري كده ولذيذ من جوّه، حاجة بسيطة جدًا بس إحنا عايزينه مقرمش، زي ما أنتم شايفين كده. هنقلبه على الوش ده مرّة والوش ده مرّة لغاية لمّا يدّينا لون دهبي كده وجميل. وبعد كده طبعًا دي حاجة اختيارية ممكن تعملوها ممكن لأ، هتجيبوا ورقتين أو 3 كده من ورق الكراسة وهتطبّقيهم بالشكل ده كده، زي المثلث بالضبط زي ما أنتم شايفين، علشان نحط فيه الساندوتش بتاعنا الجميل، طبعًا زي ما أنتم عارفين أكيد يعني هيكون سخن ومولّع نار، علشان نعرف نمسكه كده ونتلذذ بجماله وحلاوته وطعمه اللي يجنن. وعايزة أقول لِك على حاجة، الجبنة الموتزاريلا دي اختياري ممكن تحطيها وممكن لأ، أنا ساعات كتير لمّا بيكونش عندي جبنة باعمله كده من غير جبنة وبيكون طعمه جميل جدًا. وعايزة أقول لِك على حاجة كمان، لو عندِك حتة فراخ كده في التلاجة باقية من الولاد ومش عايزين ياكلوها، خديها وقطّعيها وحطيها على الساندوتش، هتبقى تحفة بجد، خطيرة. وبكده الساندوتش بتاعنا الجميل بقى جاهز معانا، طبعًا ما أقولكوش على الطعم والجمال والحلاوة. طبعًا أنا شِلت الورقة علشان أوريه لكم شايفين بسم الله ما شاء الله عليه، بجد جربوه هيعجبكم جدًا، وهتعتمدوا الوصفة ومش هتبطلوا تعملوها. طبعًا في ناس كتير هتسألني عايزين طريقة عيش الكريب اللي أنتِ عاملاه ده. تعالوا أما أقول لكم بقى إزاي تعملوه ويطلع معاكم مضبوط جدًا زي بتاع برّه بالضبط. أول حاجة بقى يا حبيبة قلبي هتجيبي شفشق الخلاط بتاعِك، وهتنزلي ب3 كوبايات من المَيّة، وطبعًا أنتِ ممكن تستخدمي المَج بتاع الشاي العادي خالص اللي موجود في كل بيت، أو ممكن تستخدمي كوباية العصير، ممكن تعايري بده أو ده، ده ينفع وده ينفع. وبعد ما تنزلي ب3 كوبايات من المَيّة هتنزلي عليهم بربع كوباية من اللبن، وهتنزلي ببيضة وكيس من الفانيليا ونُص معلقة من السكر، وربع معلقة من الملح و3 معالق كبار من الزيت، وهتقومي نازلة عليهم بقى بالدقيق بس واحدة واحدة كده، هتشغّلي الخلاط بتاعِك وتنزلي بالدقيق واحدة واحدة كده لغاية لمّا القوام بتاعه يبقى مضبوط، هو طبعًا ما بيكونش تقيل أوي ولا خفيف أوي، يعني يبقى في المتوسط كده، وبعد ما تضربيه كويس ويبقى ناعم معاكِ، وبكده العجينة الجميلة بقت جاهزة معانا. هتجيبي بقى طاسة تيفال بس أهم حاجة تستخدمي طاسة تيفال علشان العجينة ما تلزقش منِّك كده وأنتِ بتعمليها. وهتقومي حاطاها على درجة حرارة متوسطة وهتقومي نازلة بالعجينة، طبعًا كمية العجينة على حسب حجم الطاسة اللي أنتِ بتستخدميها، وهيطلع معاكِ أحلى عيش كريب زي ما أنتم شايفين كده، طريقته سهلة جدًا وبسيطة. وعلى فكرة عايزة أقول لِك على حاجة، لو أنتِ أول مرة تعملي العيش وأول مرة تجربيه ممكن أول واحدة كده تبوظ منِّك في الطاسة، ما تزعليش، بس بعد كده هيطلع معاكِ مضبوط زي ما أنتم شايفين كده. وعلى فكرة أول مرة كنت أعمله أول واحدة باظت مني وتاني واحدة باظت، بس بعد كده طلع بالجمال والحلاوة دي كلّها، وبعد كده بقيت باعمله زي ما أنتم شايفين كده، في ثواني باعمل أي كمية وباقوم حاطاها في الفريزر، في أي وقت بقى عايزة أعمل ساندوتشات للعيال باطلّعه وباعمل.